في هذا الموقف مع زيزو غضبه عند تغييره امام المقاولون العرب مبرر غير مفهوم، تخصم من رصيده، ضعف شويه الترب. رايك يا كابتن ضياء؟ ولا اي حاجه من دول، امال حاجه عاديه خالص بتحصل. مبرر مبرر كابتن كريم؟ لا ما بشوفش الكلام ده بيحصل كتير في الاهلي، فلازم يتخصم منه. يتخصم من رصيده؟ طبعا. اوكي نروح للي بعده. اللي بعده اهم لعيب في الزمالك من وجهه نظركم: عبد الله السعيد، خوان بيتزيرا، ناصر منسي، احمد فتوح. كريم؟ سؤال صعب قوي. الاربعه مهمين. ناصر مش عايزه تفكير، مش بيتزيرا؟ فكر يا كريم انت. مش بيتزيرا؟ ناصر منسي مش عايزه تفكير. يعني كريم؟ انا اتفق ناصر. يعني انا رحت لفتوح في الاول، بس لا ناصر برضه مهم. ناصر بيجيب جوان من اي حد، مش فتوح بس. انا بحس ان لو بيتزيرا اتشال في حاجه كبيره هتقع. لا عادي، هتلاقي ده الدباغي يروح يمين، وهتلاقي مش عارفه شريف شمال او اي حد. لا ناصر في العمق هادي. ناصر عظيم طبعا بلا نقاش. طيب اللي جايه: لو حد خرج من التشكيل الاساسي فنيا الفرقه ما تتاثرش، لو الاربعه موجودين بن شرقي، زيزو، امام، تريزيجيه، تلعب 3 وواحد ممكن يكون على الدكه، مين يتشال ما يتاثرش؟ كريم؟ مين اللي لو من دول على الدكه، واحد على الدكه.